السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واخواتي؟ عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. تعالي النهاردة اقولك ازاي توفري 150 جنيه من مصروف الاسبوع. انت لما كل يوم بتفطروا الصبح بتجيبي 5 قرص. احنا 5 افراد بنجيب 5 قرص، القرصة ب5 جنيه، يبقى 25 جنيه. تمام. انا هخليكي طول الاسبوع ال7 ايام تفطري انت وعيالك من غير ما تدفعي ال25 جنيه دي بتاعت كل يوم. يعني هتوفري لك في الاسبوع حوالي 150 جنيه. ماشي حبايبي واخواتي، احنا الاسبوع اللي فات لما صورنا الميزانية بند الخزين والتموين، لما صورت لكم الخزين والتموين كنت جايبة في الخزين 2 كيلو دقيق. ال2 كيلو دقيق دول تعالي نعملهم قرص بيتي بأقل مكونات وبأقل إضافات من عندك، من بيتك، من مطبخك. يعني يا دوب انت كل اللي هتدفعيه هم ال40 جنيه تمن الدقيق، وانا كده كده دفع تمنهم في الخزين. تمام. هتجيبي 2 كيلو دقيق، هتحطي عليهم الإضافات بقى. 2 كيلو دقيق، كوباية ونص لبن، كوباية ونص زيت أو سمنة، كوباية سكر، 3 معالق سمسم، معلقتين كركم، معلقة صغيرة ملح أو نص المعلقة لو ما بتحبيش طعم الملح باين، نص معلقة الشاي كده ملح. وب5 جنيه سمسم هنحطه مع الدقيق، وكيس خميرة فورية. ماشي يا اخواتي. ومية دافية للعجين. هتجيب الطبق البلاستيك اللي هتعجني فيه، هتصبي فيه المية الدافية وتدوبي فيها السكر وكيس الخميرة الفورية، تدوبيهم لحد ما السكر يدوب خالص. بعدين هتضيفي عليهم الكركم وشوية الملح، هتقلبيهم مع مية في كوباية على جنب كده، وتبقي تضيفيها بعد ما تحطي الدقيق. يعني انا كده في الطبق حطيت المية السخنة وحطيت السكر والخميرة الفورية. تمام. دوبتهم كويس مع بعض، نزلت بالدقيق، بعدين ضفت عليه شوية المية بالملح، بعدين رشيت عليهم السمسم، بعدين هعجنهم بقى لحد ما يتكونوا يبقوا كورة كده مع بعض، يبقوا كتلة كده حلوة، عجين ماسك بعضه. بعدين هضيف اللبن بالتدريج واحدة واحدة. بعد ما اخلص كمية اللبن ابتدي اضيف الزيت شوية شوية لحد ما هو يتشرب الزيت. يعني اصب شوية واعجن لحد ما يتشرب الزيت كويس، اصب شوية تاني لحد ما اخلص الكوباية اللي هي مال المج الكبيرة. بعد كده هتلقي العجينة ما بقتش تلزق في ايديكي، وبقت ناعمة كده وجميلة، وبقت كتلة على بعضيها، ما تخليهاش طرية زي عجينة الزلابية، لا احنا عايزينها عجينة ماسكة نفسها زي عجينة البيتزا، يعني ناشفة شوية. خلصت العجين، هغطي الطبق البلاستيك بكيس او بورق استرتش، وعليه احط صينية الاكل الكبيرة اغطي بيها الطبق، واسيبه قد تلت ساعة كده او ربع ساعة. ترفعي كده تلاقيها العجينة خمرت. يعني ايه خمرت؟ يعني اتضاعف حجمها او عليت كده لفوق. تمام. هتجيب الصاجات بتاعتك، هتكوني غسلها كويس ومنشفاها ودهناها سمنة. احنا قلنا كوباية ونص يعني سمنة او زيت، بتضيفي كوباية الزيت في العجين ونص كوباية السمنة، بتخليها تدهني منها الصاجات وتدهني منها وش القرص بعد ما تقطعيها عشان تلمعها كده وتخليها تحمر بسرعة وتبقى جميلة. تمام يا حبايبي. هتبصي تلقي الخميرة تلقي العجينة خمرت وتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين كده. تجيبي الصاجات وتقطعي، هتعمليها كورة متوسطة كده زي كورة البسبول كده، كورة مش كبيرة قوي، يعني زي حجم البيضة طيب او اكبر شوية. تدوريها في ايديكي كده وتكوني دهنة ايدك سمنة عشان ما تلزقش فيها. تكوريها وبعدين تدوريها كده زي الدايرة وتحطي في الصاج، ترص لحد الصاج ما يتملي، وتروحي دهنة وش القرص كلها بالسمنة وتركنيه، وتجيبي الصاج التاني وهكذا لحد ما تخلصي العجينة كلها.
هتبقى العجينه طريه في ايديكي، عامله زي القطنه كده وجميله قوي وهي خمرانه. ماشي، هتخلصيها تقطيع كلها وتدهني وشها بالسمنه وتسيبيهم بقى ايه قد ربع ساعه كده يريحوا ويخمروا تاني. كده خمرت مره في الطبق العجين ومره في الصاج، تلقى حجمهم عالي كده وارتفعوا، تروحي عامله ايه، تولعي الفرن. ولعي الفرن قد 10 دقايق، سخنة الفرن على 180، واروح حاطه فيها القرص. احطها قد ايه، ربع ساعة، وافتح عليها اشوف هتلاقيها احمرت من تحت، يعني تلقى الجوانب بتاعة القرصة كده لونها ابتدى يبقى ذهبي، تروحي رافعاها فوق وتنزلي الصاج التاني. انا بخبز بحط الصاجين في الفرن مرة واحدة. اللي انت رفعتيها فوق دي ولعي لها الشواية شوية، لونها يبقى ذهبي كده وحلو، تروحي مخرجاها من الفرن. هي كده كده ما فيهاش يعني مكونات تقيلة، هو الدقيق والمية، ومجرد ما بتخش الفرن بتستوي تبقى زي الفل. والشاي يحمر طلعيها. تمام. انا اقول لك بقى ازاي يا اختي ان انتي وفرتي 150 جنيه. انتي لما كل يوم هتجيبي 5 قرص ب25 جنيه، قلتلك هيبقى في الاسبوع يعني 6 ايام ب150 جنيه، ويجيلك يوم تاني يعني 175 جنيه في الاسبوع. انتي لما تعملي ال2 كيلو القرص دول هيطلعوا معاكي حوالي 4. انتي لما تعملي القرص دي معاكي هيطلع معاكي كمية كبيرة، يعني ما شاء الله هتقضيكي ما شاء الله هتقضيكي الأسبوع وهيتبقى. انت كل يوم تطلعي من درج التلاجة 5 قرص، وتوفري على نفسك ال25 جنيه تحوشيهم. تمام يا حبايبي. غير كده انت بقية الأسبوع لو ما بتحبيش تتعشي، لو عاملة رجيم ولا حاجة، انت هتاخدي القرصة دي مع حتة جبنة قريش مع كوباية شاي سادة، هتروحي واكلاها. والله احلى وجبة، والله احلى وجبة زي العسل. في كمان عيالك هيعملوها سندوتش، هيعملوها بالنوتيلا، تقطعيها بالسكينة كده وتحشيها لهم نوتيلا، تحشيها مربى، تحط لهم فيها شرايح لانشون ولا حاجة، هياخدوها في اللانش بوكس. والله يا بنات، وبتبقى ريحة البيت خبيث كده وخميرة، وبتبقى ريحة البيت جميلة، وبيبقى بيتك مليان خير. ما شاء الله عليكي. بيبقى يعني في درج التلاجة كده محطوطين، بشيلهم في شنطتين كده واحطهم في درج التلاجة. كل اللي عايز من العيال يطلع ويعمل كوباية شاي بلبن وياكل. ما شاء الله. فانت كده بتحاولي توفري على قد ما تقدري. وشوفوا شكلها بعد ما تستوي. بصي بصي جميلة ازاي، يعني شكلها تحس ان هي كيكة مش قرص. بصي اللون الذهبي الجميل، وشوية الكركم اللي دوبناهم في المية مدينها لون زي لون الكيكة وزي لون الفايش. يعني اللي يشوفها ما يقولش ان هي قرص فينو او قرص بيتي، يقول ان هي فايش. ايه رأيكم يا حبايبي؟ تسلم ايديا ولا ايه؟ استني اطلع لكم واحدة من الصاج واوريكم حجمها عامل ازاي وشكلها. بصي بسم الله. بصي بصي، ولا لازقة في اللي جنبيها ولا من جوه فيها خرام ولا اي حاجة. بصي زي السفنجة بالظبط، زي السفنجة. بصي من تحت السوا بتاعها، اللون الذهبي الجميل. وبصي الوش، لذيذة لذيذة والله يا اخواتي. اي حد ده من القرص دي يعني مش مصدق ان هي قرص انا اللي عاملاها. والله العظيم جميلة جميلة يا اخواتي. وجربوها بنفسكم وقولوا لي رأيكم. واللي تجرب الوصفة وتنجح معاها تكتب لي في الكومنتات. اهو لذيذة لذيذة ما شاء الله عليها. ايه شايفة؟ يعني انا عن نفسي دي لما بعملها سندوتش كده بالنوتيلا، يا سلام على الطعم، ولا بالجبنة التلاجة. والله العظيم يا اخواتي، يعني ادي احنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر.
يعني انت كده كده قاعدة في البيت والوقت بيضيع وانت ماسكة التليفون وانت بتتفرجي على التلفزيون وانت بتبصي من البلكونة، اليوم بيخلص. فانت اعملي في اليوم حاجة مفيدة تفيد عيالك وتفيد صحتك وفي نفس الوقت توفري فلوسك. يعني انت هتاخديلك ساعة ولا ساعة ونص مثلا وانت بتعملي القرص دول في العجين وفي التقطيع وفي الخبيز يعني هتاخديلك فيهم ساعة، بس هتوفري على نفسك فلوس كتيرة وهتحافظي على صحة عيالك. ما تجيبلهمش حاجة من الشارع، ما تعوديهمش على حاجة الشارع، وصدقيني لما يدوقوا الحاجة دي وتعجبهم بعدين مش هيرضوا بالحاجة اللي انت بتشتريها من بره. يعني انت لما كل اسبوع هتخبزيها مرة وتقعدي طول الاسبوع مستريحة، ده توفير ليكي ولعيالك. اهو شكلها ولا اروع من كده. تعملي لهم بيتزاية في البيت بدل ما يروحوا يشتروها ب100 جنيه ولا ب150 جنيه. ما بتقضيش، يعني لو عيلين ما بتشبعهمش لو واحد بياكلها لوحده. انت لما تجيبي نص كيلو دقيق وتروحي عاملاها بيتزايتين ما شاء الله، وتحط الاضافات اللي عندك، جيبي من تلاجتك، ما تشتريش حاجه غير انت هتجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه بس من بره، وعندك البصل وعندك الفلفل الالوان وعندك الملح والسمنه وعندك كل الاضافات موجوده عندنا في البيت. عارفين يا بنات يعني اللي تدور في بيتها هتطلع بدل الأكلة 5 و7. كل حاجة موجودة الحمد لله. انت دوري في بيتك واعملي أكل لعيالك، هتعملي لهم بيتزايتين حلوين كده هيتعشوا وهيفيض. هتتبقى حتة ياخدوها في الصبح وهم رايحين المدرسة، ياخدوها في اللانش بوكس بتاعهم. هتتبقى حتة بعد ما يرجعوا من المدرسة ياكلوها. أو احنا لما بنعمل البيتزا بعملها في الصاجات زي دي، واحد بنتعشى منه والباقي بيقعد في التلاجة، والصاج التاني بيفضل في الفرن لتاني يوم، يعني بناكل فيها يومين. انت كده بتوفري على نفسك طبخ وفراخ ولحمة، والحمد لله على كل شيء. بالقناعة والرضا كله يهون، والحمد لله على كل شيء. يلا عايزة اسمع في الكومنتات تسلم ايدك يا ام يوسف. ما تنسوش الاشتراك في قناتي بنت العمدة، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي.